يمكن رسالة واحدة بس على الفيسبوك تدخلك السجن 5 سنين. أحمد شاب عادي شاف صفحة بنت على الفيسبوك عجبته، بدأ يبعت لها رسايل. لكن بعد كده الموضوع قلب بقى وبدأ يبعت لها رسايل مسيئة جدا، يعني مثلا صور وفيديوهات خادشة. البنت خافت، قالت له لا كده اللي انت بتعمله حرام ما ينفعش، اديله البلوك الجميل. وللأسف كمان البنت كانت خايفة تقول لأهلها، لكن مع الوقت والصدفة جات لها رسالة وباباها كان قاعد جنبيها. البنت ظهر عليها التوتر وباباها سألها، فقال لها ايه اللي حصل، فهي راحت قالت له كل التفاصيل اللي كانت موجودة اللي هي كانت خايفة تقولها قبل كده. أول ما سمع كده طلع على اسم الشرطة اتحركت وراحت لأحمد ده، وراحوا مسكوا تليفونه ففتحوه لقوا فيه كل الرسائل اللي الراجل ده قال عليها، وتم إحالته للمحكمة. هناك بقى متهم في جنحة تحرش إلكتروني. لقوا ايه، البنت تسكت؟ لا، راحت متهماه قدام القاضي ان هو يعتبر كان بيبتزها ويهددها بالصور اللي معاه والسكرينات اللي هو واخدها عليها. الحكم اللي فاجئ الناس كلها كان 2 سنين حبس وغرامة 100,000 جنيه.